عادي انت جايب اصحابك في البيت اول يوم في رمضان وتلعب عن قمار الصايمي وصدعتونا نحن الجوع. يا اخي تجيش على دمك وعلى قولك. لا بقول لك ايه، ما تجننيش معاك كده واهدي، عشان انا خسران دلوقتي 1000 ونص في اللعبه دي. فدقيقه وسيبك من كلام الناس يا اخوي وابعد عني دلوقتي. العب كمان هتلعب عن فلوس؟ يا اخي حرام عليك يا اخي، صلي شكلك فلوس تفكر فيه. انا نفسي تركز في الحياه زي ما تركز في الضمن. اصحى بنفسك يا اخوي. اسلام ده عيب انك تعزق اخوك قدامي. خش البيت وتعامل يا اخي، بعدين ما كانش 10 قمار ده يعني. تعرف معناه 10 قمار في الاخر؟ يا اخي حرام عليك، نحن في شهر رمضان يعني شهر عبادي، هنستنوا كل سنه مره. يا اخي مش على دمكم، كفاياكم روح صلوا. صح يا عم اسلام، والله كلامك صح. يا مصر اللي احنا بنعملوه يا مصر، الناس بتصلي طلع من الجوامع واحنا قاعدين هنا بنلعب قمار. والله حرام علينا، والناس صايمه النهارده واحنا اللي قررنا يا مصر. لا بقول لك ايه، انت مش هتتحرك من هنا. انت ملعبنا 10 قمار انا 2000 جنيه خسرتني، وصحتني من اذان الفجر من البيت. لكش صالح باخوك، وانت اخوي خذ بعضك وخلي نصايحك لنفسك. يلا روح. تعال يا عم خذ ال2000 مني يا اخي، الله في البيت ادهم لك. لا استنى عم اسلام، ال 2000 جنيه بتوعته انا هديهم له، لان انا ما استحقهمش اصلا. انا كاسبهم من قمار، يعني زي ما هيجوا بالحرام هيروحوا بالحرام. فانت هتاخد ال 2000 جنيه بتوعتك. خلاص كده يا عم اسلام، انا مش هلعب قمار تاني، حط الله بينه وبين الحرام. جزاك الله كل خير يا بعض، والنهارده بكره علينا نحن.